في عالم كله ضوضاء وصخب كان في لاعب صامت بيخلي الكوره تتكلم بداله، لا تصريحات ولا غرور ولا شو، بس كل لمسه منه كانت فن. النهارده هنحكي عن الدون اندريس انيستا، الهدوء اللي غير تاريخ برشلونه واسبانيا للابد. انيستا اتولد في قريه صغيره، مكان بعيد عن الزحمه والاضواء، بس من هو طفل الكوره كانت كل حياته. كان دايما ساكت وملامحه بريئه، بس رجله بتتكلم لغه تانية. دخل اكاديميه اللمسيه وهو عنده 12 سنه، لدرجه انه كان بيعيط اول ما يسيب اهله، بس في الملعب ما كانش فيه حد زيه. مع مرور الوقت الكل في الاكاديميه بدا يلاحظ ان الولد ده مختلف. شافي قال عنه انيستا كان بيشوف الكوره قبلنا بثانيتين. اتصعد الفريق الاول بدري، ولما مسك بيب جوارديولا الفريق خلى تشافي وانيستا قلب اللعبه، واحد بالعقل والتاني بالاحساس. انيستا ما كانش بيصرخ في الملعب، بس كل تمريره منه رساله، كل مراوغه حركه من سيمفونيه صامته. في فتره بيب انيستا كان العقل الفني للفريق، هو اللي كان بيكسر خط الخصم، هو اللي كان بيدي لميسي الباص اللي محدش شايفه غيره. فاكر انيستا في نهائي الشامبيونز ليج 2009 قدام مانشستر؟ طب فاكر هدفه في تشيلسي في نص النهائي؟ اللحظه اللي خلت كل مشجع لبرشلونه يصرخ من كتر الفرحه. الكره طلعت من رجله وراحت في الشبكه على طول، كانت الشراره اللي فتحت باب المجد الكبير. بس اللحظه الاعظم في مسيرته كلها ما كانتش مع برشلونه، كانت مع منتخب اسبانيا في نهائي كاس العالم 2010 قدام هولندا، الدقيقه 116. الماتش ميت والعالم كله متوتر، وفجاه انيستا يظهر يستلم الكوره ويشوطها في الجول اللي هيخلي اسبانيا بطله العالم لاول مره في تاريخها. وانيستا بيخلد اسمه في التاريخ، بس حتى وقتها ما صرخش كتير. رفع التيشيرت وكان مكتوب تحته داني خاركي، لن ننساك ابدا، اهداء لصاحبه اللي مات قبل البطوله. ده هو انيستا، الهدوء اللي جواه مش ضعف، ده احترام ووفاء وانسانيه. انيستا مش اكتر لاعب سجل اهداف ولا اكتر واحد عمل شو، لكن هو اصدق من لمس الكوره. كسب كل حاجه ممكنه، بس اهم حاجه كسبها قلوب الناس. شافي 1000 مره لو الكوره انسانه كانت هتحب تلعب مع انيستا. انيستا هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكوره اللي كسب جايزه احسن لاعب في نهائي دوري الابطال ونهائي كاس العالم ونهائي اليورو والسوبر وكاس الملك، يعني كسب جوائز فرديه محدش كسبها قبله. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى في الحلقه الجايه عشان هنتكلم عن القائد اللي ما استسلمش ولا ثانيه، كارلوس بيول.